السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأحسن حال. معايا 2 كيلو وربع من السمك، 2 كيلو ونص، حاجة زي كده تقريبا يعني، مش فاكرة بالظبط. بس معايا شخورة ومعايا بولتي. نضفتهم وغسلتهم غسلة نظيفة كده ونقعتهم في محلول الملح والليمون لمدة ساعتين 3. ومسكتهم بقى، فتحتهم الفتحات الجميلة دي، بيبقى ايه، بيدوا طعم جميل جدا بالحشوة بتاعتهم اهي. بقدونس على كزبرة على توم على فلفل اخضر ونهرس ده كله طبعا. ويلا بينا بقى ايه الفتحات دي نسقيها كده من التتبيله دي، او نشربها من التتبيله دي كده. انا عندي ما بيحبوش التتبيله جوه السمك، فبضطر اركنه كده ساعه ونص ساعه بالتتبيله بتاعته زي ما انتم شايفين. يلا بقى نعمل شويه الرز على ما هو ياخد ايه تتبيلته. الرز الصياديه يا جماعه احنا عملناها قبل كده على القناه برضو، بس اللي ما شافش نشوف تاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. 3 بصلات حلوين كده، قرنين فلفل حار او بارد حسب رغبتك. هنديهم بقى لون جامد كده، ما تقوليش اتحرق، لا ده انا بديهم اللون الجامد ده عشان يديني الرز طعمه جميل. خلاص كده هنشوح الرز بقى بالتوابل او من غير التوابل. المهم تشوحي الرز في البصله كده تقلبتين، متخافيش خالص، ما تقوليش الرز اتحرق مني، هيطلع احلى شويه رز عن تجربه. حبه قرفه صغيرين، حبه كمون، زي ما انتم شايفين اهو. هنديهم بقى تقليبه كده، ونزودهم ميه سخنه او ميه سخنه، شويه ملح اهو يا حبايبي، حبه بابريكا. قلبي شوحيه كده عشان يطلع مفلفل وبيلمع. ميه سخنه يا جماعه اهي. قلبي بقى كده اهو، وسيبيه على نار هاديه يا حبايب قلبي، نار هاديه عشان ما يتلسعش منك. هتاكلي احلى شويه رز صياديه. هي دي الصياديه اللي على الحق، رز الصياديه على الحق، مش هتندمي. جربي الطريقه دي. خلاص اتشرب ما شاء الله اهو. الرز لا محروق ولا حاجه، ولا طعم البصل هيبان فيه اساسا. بيديك اللون الجميل التحفه ده والله، ومن ورا الكاميرا لونه احلى من كده كمان. سيبه بقى بعد ما قلبناه كده 5 دقايق كمان على نار هاديه خالص. معانا بقى حبه سلطه خضرا كده نعملهم مع بعض. فلفل، بابريكا، طماطم، خيار، جزر، بقدونس وكزبره وبنجر، شويه سلطه عسل او خلاص. غطي عليهم كده بقى على ما نقلي السمك بسرعه والرز لسه على النار. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بقى معانا الدقيق في كيسه كده نضيفه، مع عليهم بقى ايه، حبه كمون، حبه إيه ملح، حبه بيكنج باودر اهو، حبه معلقتين 2 نشا، كمون وملح وشطه حمراء وبابريكا. ما تحطيش فلفل اسمر على السمك. هنحط بقى كده ايه السمكه تاخد من تتبيله الدقيق دي، ونركنها كده على جنب. كله بقى بنفس الطريقه كده زي ما انت شايفه. بنحسب ما بين ايديكم يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خلصنا الكميه يا حبايب قلبي. يلا بقى نقليهم في زيت كده. انا قاليه فيه بطاطس قبل كده مفيش اي مشكله، وقاليه فيه برضو بتنجان. طبعا بالنسبه للزيت يعني غالي جدا، وبعدين والله بيدي لون جميل للسمك. الزيت الجديد ما بيدوش نفس اللون ده. البولتي كان جميل والشخوره برضو، بس نوع الشخوره دي مش من نظيفه قوي، مش ممتازه يعني. وانا والله وانا بجيبها وانا عارفه ان هي تطلع كده، بس هي مش وحشه، بس برضو مش نمره واحد. خلاص يا حبايب قلبي، خلصت اهو الغدا بتاعنا. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديكم. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في رعايه الله وامن يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.